وصلتني هذه الأشياء. ريفي كيف؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم بنات؟ أخباركم؟ طبعا اليوم يوم 27 ليلة 28 وكأني توي بديت أفكر في العيد. طبعا زي ما انتم شايفين لسه ما طلعت لي حبة العيد بس الحرقة كانت كفاية. المهم فالحين راح أجهز عيدياتي لأهلي، عيديات كذا بسيطة وشغلات خفيفة بس كذا حبيت أعيد عليهم وبس. فجبت كذا كم شغلة من شيئين وحبيت أوريكم إياها. شايفين هذه البطايق؟ حبيت إني أكتب العيديات عليها، مرة حلو أشكالها كذا مختلفة لأني أنا ما أحب أشكال الكروت الطبيعية. كمان شريت أكياس، أحب هذه الأكياس كذا مرتبة وشكلها لطيف. صراحة أسعارها عندنا الواحد تقريبا ينباع بريالين يمكن، بس هذه I think 10 ب8 ريال أو 7 ريال شي زي كذا، فمرة أرخص. طبعا ما حوريكم كل الشغلات لأنها أعتبرها هدايا خاصة، لكن حرتبها معاكم كذا على السريع. حوريكم لعبة من ألعاب الأطفال دقيقة. شوفوا إيش رأيكم؟ هذه تعليقة للشنطة وكذا فيها ألوان، فكل واحد يسوي التعليق اللي تناسبه. هذا الشيء كيوت. شوفوا هذه للأطفال فيها هنا مغناطيس، أعتقد إنها زي ألعابنا زمان اللي هي حقت السمكات، بس هذه على خشبيات ودلع كذا يعني، وبس كذا يصيدون السمكات. وبكذا اللهم بارك خلصت عيديات أهلي. راح أعطيهم اليوم رغم إني أحسه شوية بدري، بس ما أدري هل بيصير عندي فرصة أجيهم غير اليوم أو لا. عيديات أمي وأبوي وأخواني وأخواتي والأحفاد الصغار هذول الاثنين بس. أهلا وسهلا. اليوم عندنا توزيعات العيد للكبار يعني للبنات والأمهات وكذا، فأبوريكم إيش أخذت من شيئين. أخذت هذه العلب للبيوتي بلندر، مرة تعجبني لأنه وقت السفر أو لما أطلع مكان أو شيء زي كذا أشيل هم وين أحطها، ما أحب أحطها مع نفس الميك اب وأحيانا تكون لسه فيها رطوبة أصلا، فالعلبة هذه حسيت إنها مرة مفيدة. شريت معاها هذا البيوتي بلندر، بس صراحة ما صدمتني، توقعتها أكبر من كذا، زي كذا تيجي صغار. بحط لكم أرقامهم كلهم لأني صراحة ناسي أسعارهم وأرقامهم. وصلتني هذه الأشياء قبل رمضان تخيلوا. ستوب كانت شقلبت. اوكي هيكون كذا الشكل، كيوت ومفيدة جدا بالنسبة لي. شريت هذه الأوراق برضو من شيئين. شريت هذه الكليبسات الكيوت، شايفين كيف صغنونة مرة حلوة. لكن زعلت شايفين في كذا أشياء جايين مكسرة وحالتها حالة. طبعا في واحدة اللي تزعل أكثر كسرتها برجلي قبل شوية، ما انتبهت إنها وراي وقفت. المهم راح تكون كذا بهذا الشكل. تمام. اللي بعده التوزيع الثالثة، شايفين كذا كروت. الصراحة صدمتني، ما أدري كان شكلها في الموقع أحلى وتوقعتها أكبر أو ما أدري بس انصدمت لما جت يعني ما حبيتها. هذه هي للحلقان. شريت زي كذا كتكوتة بسيطة، هو الشكل النهائي. بس هذه هي التوزيعات. شوفوا ايش لقيت. ما ادري ليش ماني محتفظة بالبوكس، بس محتفظة بالغطاء تبع البوكس، ليش برضو ما ادري. فبرتبه وبحاول ادخل فيه بهجة العيد وارص هذه الاشياء عليه. فبس اشوفكم بعد ما اخلص من الشغل. طيب يا جماعة شوفوا هذا اكثر شيء قدرت اصلحه، يعني ما اعرف علامة ريفي كيف راح اقفلها، بس خلاص
المهم هذا هو الشكل من هذا الجهة كذا، تمام. بعدين أخذت كرتون شايفين كيف؟ هذا كله تطعيجات وحالته هذا، فراح أدخله كذا يصير بهذه الطريقة الستاند تبعي. اعتبروه مصمم ومخلص، ايش رايكم؟ بس طبعا في مشكلة صغيرة اللي هي شايفين، ما ادري اذا مبين او لا، بس الالوان ما جفت، انا مسويتها بالوان مائية، فحسيبها لحد بكرة ان شاء الله واصمغها. طيب هذا هو الشكل النهائي تقريبا. الصراحة يعني شو هذا مغطي على كلمة عيديات، عشان كذا زعلانة فحطها هناك تغطي على التاء المربوطة هذه. عموما هذا الشكل مبدئي أصلا، لسه يعني ما حثبتها الحين، وبس الحين بصلح التوزيعات الأخيرة. توزيعات الأطفال ما أخذتها من شيئين. شوفوا الجمال، تخيلوا أكياس كل واحد فيه له شكل، مرة مرتبة وحلوة، مرة عجبتني وفيها ألوان. شريت هذا الشيء شايفين إنه 12 كيس وما أعرف إيه، وتوقعته كذا مشكل يعني حاج، وهذا بالجبن وهذا بالكاتشب، بس يبدو لي إنه كله حاج. طب دقيقة خجرب، هل هو مرة حار؟ الله يقدرني على فعل الخير. والله حار. ايش هذا؟ ليه ما انتبهت؟ شفت الفشفاش اكثر. هذا البسكوت كذا، بسكوت خفيف لطيف مع قلم وحبة بونتي. يلا اخلص وارجع لكم. وبس هذه هي الاغراض، شايفين كيف مرة انا مرة عجبتني. بنات افتكرت حاجة قلت اقول لكم اياها قبل ما اقفل تماما، ولانه خلاص ابغى اشطب كل حاجة. في كل عيد مسوين حركة بيننا أو كذا، صارت تقريبا أصلا من أساسيات العيد بالنسبة لنا، اللي هو يكون بيننا تبادل هدايا، كل واحدة تجيب هدية، يكون عندنا حد معين. هذه السنة تقريبا كانت ما تزيد عن 55 ريال. الهدية تكون كذا يعني كذا، فهمتوا؟ يعني ما عندكم أحد معين تهدونه إياه. فكانت هذه هديتي يا جماعة. شوفوا صراحة حبيتها بشكل، وقعت في غرام. إدراج صغيرة. المهم الشيء الوحيد اللي ضايقني اللي هو هذا اللون الفوشي الأوفر، يعني هذا كان مرة حلو لونه الوردي، هذا كمان حلو، بس الفوشي شوية مزعجني، بس أحسها هدية كيوت. تخيلوا كده على التسريحة، يعني تحطي عليها مراية، مرة عجبتني مرة. المشكلة إنه نسيت أشتري لها علبة، أو أصلا صراحة ما تنحط في علبة يعني، فكذا جلست أبحث في البيت عن أي حاجة أقدر أدخل هذه فيها. ما يعني حجمها تعتبر شوية كبير، يعني مو كبير كبير لا، بس يعني ما أبغى الكيس يبين هذا إيش فيها. فجأة لقيت كيس، الله لا يوريكم بكرة. شوفوا جماعة، شوفوا اللون يجيب المرض كبير، واللون مرة معفن صراحة، بس خلاص يعني أمري وحيلتي إلى الله عشان أدخل فيها بدون. استنى ما يدخل بالأرض، لا بليز. أيوه التدبيس هذا كله لا تنسوا منه، لأنه ما بقى أحد يكتشف أبدا. خلاص هذا آخر هنا. يا سلام، مرة نزلتها، بس خلاص كذا مستحيل أحد يكتشف إيش هو. كيوت يا جماعة الهدية، بس الكيس يجيب المرض. هذه هي الأشياء تقريبا خلاص جهزتها كلها. طبعا هنا الجانب المظلم راح أرتبه سريع، وبروح بعدها أتسحر لأنه ما بقي وقت على الفجر خلاص. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس والحياة.
والحياة. زي ما انتم شايفين الحمد لله خلصت ركن العيد. طبعا بس سويت كذا اشياء بسيطة في المدخل. ايش رايكم بس في مرايتي لبست افيونكا؟ طبعا كانت الفكرة في دماغي والله احلى من كذا، بس اكتفيت بالموجود. يا جماعة انا مغرمة بهذه الوردات، احس معطيه كذا جو حلو، ولصورة العيد يعني اللي بيجي يتصور هنا فيكون كذا الركن، المراية، الورد. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. ما شاء الله، يا بعد قلبي يا أهلي، يا بعد قلبي. الله يجعله عيد مبارك يا رب. يا عيوني انتو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يجعله عامر ودايم يا عيوني انتو، ما شاء الله. الحركات وخط ماما، ما شاء الله تبارك الله. أتوقع أني هذه اللوحة راح أرجع معها، راح أرجع فيها بيتي. كل عام وأنتم بخير. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. وهنا حبيبة القلب ماما، الله يعطيك العافية يا عيوني انتي، تصلح ألذ قرص ملعقة. طبعا من أساسيات العيد من أيام جدة الله يرحمها. وكمان هنا حضرنا النواشف زي ما انتم شايفين، الخبزة اللذيذة. وهذا الشكل الأخير لسفرة العيد. ما شاء الله المقلقل حاضر معانا في كل عيد، ما يفرق معانا إذا عيد الفطر أو الأضحى، وبس صحة وعافية علينا. وبس خلص عيدنا الصباحي الكل هجم على اللوحة وأخذ الحلاوة اللي يبغاها، لدرجة اللوحة نفسها ما تحملتنا. من أهم الأشياء في عيد أهلي ماما. تخيلوا والله يا جماعة، أنا من الابتدائي عندي فيديوهات معايا توزيعات ماما، يعني أموت فيها في حركاتها، الله يعطيها العافية ويخلف عليها وعلى بابا يا رب العالمين. فسايرة أصلا من طقوس العيد لعائلتنا. شوف كل صباح قراميش. تخيلوا لما جدتي الله يرحمها كانت عايشة، فكانت ماما لما تجيب هذه القراميش خلاص نفطر ونفتح هذا الأكل ونجلس ناكل. تحسينه كيس مفاجآت كل مرة بشكل، كل مرة بديزاين. أموت فيهم في حركاتهم، الله لا يحرمني من أهلي. بس أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة. إيش رايكم في كشخة العيد؟ مرة يا بنات من زمان ما لبست أسود. دقيقة أول شي أحط لكم صورة الفستان لأنه ما حيبين كذا، فقررت هذا العيد ألبس أسود وألبس ذهبي لأنه مرة من زمان ما لبسته. وبعد ما كشخنا انتقلنا لبيت أهل عمو. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أنتم بخير. أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا بخير آتي يا ضحكة الناس والحياة. أهلا وسعدا أهلا بخير آتي أهلا يا ضحكة الناس. بعد ما تقهوينا وخلصنا التوزيعات تعشينا عشان نبدأ فقرة الفعاليات.
هنا مثلا جال بلال أخويا شباصات والمطلوب يوم فيها شعره. وعموري جاله سؤال ايش ترد باللهجة السعودية على كلمة سم؟ سم لا عدو. كفو. ايش طلع لي؟ يلا ايش كنت تحب في العيد؟ الشيء اللي احبه وانا صغيرة نفسه وكبيرة، الجمعة يعني. الجمعة في العيد. من شعرها مزعلك في الميورثة. يا عمر لم عبد الله عبود. ها؟ الله والله انه يجنن يجنن والله. يلا 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 يلا. مين؟ يا عمري انا. باق وحقة العيون كريم دبدوب. وفجأة في وسط فعالياتنا قررنا انه مشتهين قهوة سوداء، فاخذنا اغراضنا في وسط الصالة عشان ما يفوتنا ولا شيء. وهنا بدأت فعالية السوم أختي، تختار هدية وتختار اسم من العجلة، والهدية اللي تطلع يكون فيها أمر ولازم تصلحه عشان يبدأ المتسابق اللي بعدك في الهدية الثانية. وبس كانت فعالية جدا ممتعة وتضحك. 10 ريال زيد. وفي أشخاص ما قدروا ينفذون الأوامر اللي جتهم، لكن الهدايا اللي جتهم صارت فجأة فعالية في وسط العيد. الناس كلهم يتناقشون قبل العيد، لا إحنا في وسط العيد فعالية. وهذه هدية ماما من السحب. يا عمري بس جاها هالطاووس تركب ريشه وبعدها تنتفه، يعني فعالية وكذا. طبعا كمان جال أحد ثاني هالعصارة وأنا عجبتني فاستغلت الوضع وشريتها. الشخص اللي جاله هالهدية يحزن، ما أدري تحزني من الأمر اللي تجمع فيه عيديتها للعيد الجاي ولا على شكل الحصال الضيم. وش ذا؟ فستان بلوزة؟ تعبتي من لبس العيد والكشخة كله ولا تعب؟ قومي غيري لبسك ما من غريب. يا هلا. واو. اقول لك انه هذه الثلاجة ما تناسب لبسي، طيب فلازم اعطيها شخص تكون قريبة من لبسي. مين لبسك يا خان؟ فاعطيها شرابات ميزي طلتك بواحد من الشرايط. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. هذه حصيلتي من عيد اليوم. وإلى هنا يا حلوين نكون وصلنا نهاية هذا الفلوج. أتمنى يكون فلوج حلو وأعجبكم واستفيدوا منه فعاليات وهدايا لعيد الأضحى الجاي، خصوصا أنه يكون إن شاء الله في إجازة. الله يبلغنا يا رب والجميع بأحسن حال، ويغفر لموتانا وموتى المسلمين اللي ما حضروا معانا هذا العيد. وشيء مهم يا حلوين، الاحتفال بيوم العيد والفرحة فيه هذه من تعظيم شعائر الله، فلما أنتوا تصلحوها احتسبوا أجر النية، وإنكم كمان تساعدون غيركم وتبسطونهم في العيد. بالذات الأطفال خلوا لهم ذكريات حلوة للعيد، لأنه إحنا لما كنا صغار لسه نتذكر ذكرياتنا الحلوة في العيد. وكمان بنات إيش رأيكم في الركن اللي صلحته؟ صراحة أشياء بسيطة، يعني ترى جبت فلينة وحطيت عليها لوحة وحاولت أكتب بأفضل خط عندي، لأنه صراحة ما أعرف الخطوط اللي جدا كبيرة، بس الحمد لله في الأخير زبط. وبس أتمنى تكون انبسطتوا واستانستوا، ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، تعليقات الحلوة يا حلوين أنتم، وكل عام وأنتم بخير.